أهلا بيكم في نودي وأسماء. أنا نودي وأنا أسماء. الحقيقة النهاردة معانا أحلى فطار مصري اللي بجد لا يقاوم. معانا الطعمية المصرية وهنعمل معاها بتنجان بدقة بطريقة بسيطة بس بجد مختلف، وهنعمل معاهم عيش علشان نعمل أحلى ساندويتشات وهنستمتع بيها إن شاء الله. يلا نشوف أول وصفة. أول حاجة هنبتدي بيها العيش. معانا 400 جرام من الدقيق منخول ومدوبين فيه نص معلقة صغيرة من الملح. هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر. بالنسبة للمية من 150 ملي ل 200 ملي وتكون دافية. نلم الدقيق مع المية في البداية. وبعدين نعجن براحة اليد. نغطيهم ونسيبهم يخمروا من نص ساعة لساعة على حسب درجة حرارة المكان، ويفضل يكون دافي لحد العجينة ما حجمها يتضاعف. ننفس الهواء ونلم العجينة. نرش رشة من الدقيق ونقسمها. 400 جرام دول هيدوني 8 كور. حجم الكرة الواحدة 70 جرام، فهو حجم مناسب بالنسبة لي. بعد ما شكلناهم هنغطيهم ونحطهم على فوطة مطبخ علشان ما يلزقش أثناء التخمير، ونسيبهم يخمروا لمرة تانية من ساعة لساعة ونص على حسب درجة حرارة المكان. جينا بقى لمرحلة الفرد. نرش الدقيق من تحت ومن فوق وحبة البركة على الوش ونفرد. بعد ما فردنا كل العجين هنبتدي بقى مرحلة التسوية، وما ننساش نغطيه علشان ما يعملش قشرة من فوق وينشف. هنسوي أول عجينة فردناها وبعدها تاني واحدة فردناها وهكذا، بتبقى آخرة وقتها في التريح. نسويه على الصاج على نار عالية وتكون الصاج برضو سخنة. نحط العيش على الصاج ونقلبه بعد 10 ثواني تقريبا قبل ما يعمل فقاعات على الوش، لأن الفقاعات دي بتتفتح وبتخلي العيش ما يتنفخش معانا أثناء التسوية. ده شكله بيهدى وبنفتحه علشان نعمله أحلى ساندويتشات. وصفتنا التانية وهي البتنجان. معانا تشكيلة من بتنجان العروس أبيض وأسود، وممكن أبيض بس أو أسود بس. بنفتحه فتحة من الجنب بالطول، ولو البتنجانة طويلة زيادة بنقسمها نصين. نحمره في زيت غزير وعلى نار هادية علشان يستوي معانا والقشرة الخارجية تفضل طرية. الحقيقة الخطوة دي مهمة في التحمير. نحضر الدقة. معانا كمية حلوة من الثوم، يعني حوالي 20 فص، وقرنين فلفل أخضر، ولو حابين تحطوا واحد منهم حراق بيبقى حلو قوي. ونفرمهم في الهون مع معلقة كبيرة من الملح. بعد البتنجان ما استوى وأخد لون حلو بنصفي حوالي 3/4 كمية الزيت تقريبا وبنخلي الربع. نضيف الدقة يدوب نشوحها مع البتنجان من غير الثوم ما ياخد لون. نضيف معلقتين كبار من الخل. نتبلهم معلقة كبيرة كمون وزيها من الكزبرة الناشفة. نقلب البتنجان في الدقة كله على نار هادية، وهنطفي النار في المرحلة دي. وبعدها نضيف طماطماية مقطعة مكعبات. بعد ما الخلطة تهدى وتبرد نرص البتنجان في طبق ونحشيه بالدقة. البتنجان ده بقى كل ما بيقعد بيبقى أحلى، يعني أنا بعمله قبلها بيوم
بيفرق كتير في الطعم، وتركيز الخل بيقل، ونضيف بقى الليمون على حسب رغبتنا. لكن لو هناكله طازة فبيبقى تركيز الخل قوي، وفي رأيي بيبقى مش محتاجين الليمون، لكن كله حسب رغبتكم. نرش رشة من الكزبرة الخضراء. آخر وصفة معانا وهي الطعمية. أول حاجة الفول. هنا معانا 350 جرام من الفول المدشوش، بنغسله كويس وبننقعه من 3 ل4 ساعات بس، وممكن نوصلهم لو حابين ل5 ساعات أو 6 ساعات أقصى حاجة. وبنغير له المية من 2 ل3 مرات أثناء النقع. بعدها بنصفيه وبنغسله من مية النقع كويس. تاني حاجة معانا بقى الورقيات الخضراء اللي بنضيفها للطعمية. معايا 150 جرام من الكزبرة الخضراء. الحقيقة ما بحبش أضيف خضار كتير للطعمية. معانا 2 بصل وسط وقرنين فلفل أخضر وحوالي 10 فصوص من الثوم. نضيف نص كمية المكونات في الكبة علشان تتفرم معانا كويس. لو استخدمنا الفول مباشرة بعد ما صفينا مش هنحتاج أي سوائل، لكن لو سيبنا الفول بعد ما صفيناه فترة طويلة بيبقى فقد جزء من السوائل. فعند الفرم لو حاسين ان هو محتاج لسوائل عشان يتفرم معانا كويس، بنضيف معلقة كبيرة لمعلقتين من المية، فبيسهل معانا عملية الفرم. للطعمية بعد ما اتفرمت هنتبلها بالملح ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وزيها من الكمون. هنبتدي بقى نشكلها على حسب رغبتكم. أنا بشكلها بالمعلقة، وبنحمرها في زيت غزير، وبيكون درجة حرارته وسط، مش سخن قوي ولا بارد. نقلبها أول ما تطفو من فوق كده على الزيت. دي الطعمية بعد ما حمرناها بيبقى لونها حلو وطعمها بجد أحلى من اللي بنشتريها من بره. أهم حاجة في سندوتشات الطعمية السلطة الخضراء، وأهم إضافتين فيها الكزبرة الخضراء والبقدونس علشان بنحس بنكهة السندوتشات اللي بنشتريها من بره. هنعمل سندوتش بقى بالبتنجان وعليه السلطة الخضراء، ده بقى أحلى سندوتشات طعمية ممكن تاكله. وصفتنا خلصت، بس ان شاء الله وصفتنا اللي جايه مش هتخلص. فعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مع نودي واسماء، بالهنا.